بص يا صديقي، مبدئيا كده الفيلم ده للكبار بس، فانت لو اقل من 18 سنه فالفيديو ده مش ليك يعني. المهم يا صديقي، فيلمنا النهارده بيتكلم عن علاقه محرمه المفروض بين اخ واخته. الاخ طبعا كان معجب باخته اللي هي من مرات ابوه. المهم بقى الاتنين دخلوا مع بعضهم في علاقه، لكن قبل ما نبدا الفيلم ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو يا صديقي وصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه. ويلا بينا يا صديقي ان احنا نبدا الفيلم بتاعنا. وفيلمنا يا صديقي بيبدأ مع بنت صغيرة، واللي كان باين عليها إن هي بتلم الحاجات بتاعة الأوضة بتاعتها علشان مسافرة، وإن هي هتنتقل من البيت خلاص وهتسيب كل حاجة وراها. بعد كده بقى بنلاقيها هي وأمها في العربية قاعدين جنب بعضيهم، وبنلاحظ إن البنت ما كانش عاجبها القرار إن هي تسافر، لكن واضح إن أمها كانت بتتكلم معاها وبتحاول تقنعها وبتقول لها إن هي طبعا هتعيش حياة جديدة في بيت جديد خلاص يعني، وبتقول لها إن هي خلاص كل حاجة تبقى كويسة. المهم بقى البنت بتروح هناك والخدم بيساعدها إن هي تشيل الشنط بتاعتها، لكن طبعا هي بترفض. ولما بتطلع فبتلاقي ان البيت كبير جدا 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 جدا، وامها بتوريها الاوضه بتاعتها اللي هي كان عباره عن الشقه بتاعتهم اصلا، يعني الاوضه بتاعتها اكبر من الشقه، وفيها اصلا يعني فساتين كتير، سعر الفستان الواحد تقريبا بسعر 10 مرتبات من الشهر بتاعها يعني. المهم بتكلم صاحبتها وبتحكي لها كل حاجه، واثناء لما بتكلم صاحبتها بتقول لها ان طلعوا اغنياء جدا 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 جدا. مره واحده بقى بتلاقي شاب كده هناك واللي اسمه لوكاس، ولوكاس ده بيبقى ابن جوز امها واللي بيهوشها بالكلب. واضح ان لوكاس مش طايقها لانه فاكر ان امها اتجوزت ابوه علشان تضحك عليه، رغم ان امها صغيره اصلا وابوه صغير. المهم الاتنين كان بينهم يعني عداء كبير جدا يخرب بيت عينيكي. المهم بقى صاحبنا ابوهم بالليل بيعزمهم كلهم على العشاء، لكنها بتنزل كده بلبس يعني مش حلو قوي، بحيث ان هو ده ذوقي في اللبس. وطبعا بيروح هناك مطعم شيك جدا جدا جدا، وابو لوكاس بيقول لها اهم حاجه تبقي مستريحه على راحتك. المهم بقى بيقعدوا يتعشوا مع بعضهم، ويبدا مشاده كلاميه بينها وبين لوكاس، وبتقول ان والله المفروض الشاب يبني نفسه بنفسه مش يعتمد على فلوس ابوه. كان بيتلقح على لوكاس، فلوكاس قال لها بقول لك ايه، الفقير اللي زيك ما يتكلمش. المهم بقى ابوه اقنعه ان هو يروحها البيت وان هم يحلوا مشاكلهم مع بعضهم ويتعرفوا. لكن اثناء لما كانوا ماشيين في الطريق بيتخانقوا، ولوكاس بينزلها على الطريق وبيقول لها روحي انت يا قطه بقى، وبيسيبها لوحديها الساعه كده 2 بالليل. محدش يسالني عرفت التاريخ ازاي، بس انا نجمت يعني. المهم بقى بيقابلها شاب على الطريق وبياخدها حفله، وبنعرف ان الشاب ده اصلا كان صاحب لوكاس، وطبعا كان رايح الحفله اللي لوكاس كان رايحها. وهناك شافت لوكاس بقى في وسط الحفله وسط البنات ومقضيها شرب ولعب وكل حاجه. فلوكاس لما شافها راح لها، ولوكاس حذرها ان هي ما تتدخلش في حاجه وان هي تروح مكانها خالص، فقالت له ان هي مش جايه معاه وان هي براحتها عموما. بعد كده بتقابل بنت هناك، وبنعرف ان البنت دي اصلا كانت صاحبه لوكاس، واللي بتتكلم معاه وبتقول لها ان لوكاس شاب طيب والله، لكن هو يعني مش كابر. بعد كده بيقول لصاحبه خلي بالك منها عشان لو حصل اي حاجه، لان دي يعتبر يعني لازم أن اخد بالي منها برضو. المهم بقى عيل هناك بيحاول يشقطها وبيديها بيبسي كده، خمره، والخمره دي اصلا بيبقى فيها منوم. فلوكاس بيعرف الواد وبيضربه على طول وبياخدها علشان يروحها، وهناك طبعا بيغمى عليها بالفعل وتبقى مش في حالتها الواعيه. الولد ده كان بيعمل كده مع البنات علشان ياخدهم، بعد كده يعمل معاهم زبادي بالخلاط، بياخدها بقى والراجل بيبقى جنتل وبيحطها في البيت. بعد هي لما بتصحى تاني يوم بتتضايق معاه وتتخانق معاه ان هو ازاي يشيلها كده يعني. المهم بقى بعد خناقه طويله ابوه قال له خدها واطلع بيها مع اصحابك. راح بيها الشاطئ هناك، وصاحبنا لوكاس بقى بيتعامل عادي، لكنها طبعا ماسكه الكتاب وقررت ان هي مش هتنزل بحر ولا تقلع وسطهم. بعد كده بالليل لوكاس بياخدها مع اصحابه برضه ان هم يروحوا حفله بقى مع بعضهم هناك، والحفله اللي هناك دي كانت عباره عن سباق عربيات، ولوكاس هناك كان من الناس اللي بتتسابق هناك. وبنعرف ان لوكاس كان شهير جدا في السباقات، وكان بيعمل سباق بينه وبين واحد، والرهان طبعا كان بيبقى على فلوس، ولوكاس بالفعل بيكسب الرهان، ولوكاس الكل بيسقف له. بعد كده بقى صاحبتنا اثناء لما كانت هناك بترقص جالها رساله ان صاحبتها بتخونها مع حبيبها. اوبا، شافت الرسالة صاحبتنا من هنا، خدت واد على طول عشوائي وعملت فيديو وهي بتبوسه علشان تبعته لحبيبها. فلوكاس خد باله بقى من الموضوع ده، فخرج على طول وقال لها طب بقول لك ايه، ممكن انا اساعدك مكان الواد التاني ده؟ لا، ونعمل اخوه فعلا. بعد كده بقى على طول الولد ده ضحك عليها وقال لها طبعا ايه رايك تعملي السباق مكان لوكاس، كده كده السباق ودي يعني. فاخدت العربيه بتاعت لوكاس من غير ما يعرف وعملت السباق معاه، ورغم ان هي كسبت في السباق لكن شروط السباق ان لازم المتسابق نفسه صاحب العربيه هو اللي يسوق، وكده لوكاس خسر السباق. والرهان اصلا كان عباره عن ان هو يراهن بعربيته، فكسب العربيه من لوكاس. بعد كده البنت شتمته فشتمها، فحصل خناقه بينه وبين لوكاس شديده جدا جدا. بعد كده راحت تاني يوم روحت البيت، وكانت حاسه بالذنب جدا لانها طبعا كانت
الخساره او السبب في ان لوكاس خسر العربيه بتاعته. بعد كده طبعا امها لاحظت ان هي متضايقه، لكن جوزها قال لها بقول لك ايه، انا هكلم ابني وباذن الله هيخليها تتعود على الحياه هنا، ما تقلقيش على بنتك يعني. لوكاس بقى بيروح يقابل بنت صغيره، وبنعرف ان البنت الصغيره دي اخته، وطبعا عندها مرض وهي في المستشفى بتتعالج، فبيروح يزورها بين فين وفين يعني. المهم جالها صوره مع لوكاس وهو كده، فكانت فاكره ان لوكاس ده اصلا دي بنته، فكانت قاعده مستنياه بالليل كده وهي لابسه حاجه كده اللي هو ايه اغراء يعني. المهم لوكاس خد باله لما رجع، فقعد يتكلم معاها، ولوكاس حكى لها عن كل حاجه، وان دي اخته، وان هي مصابه بالسرطان وي 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 وكل حاجه. بعد كده اندمجوا مع بعضيهم، لكن امها بتقفشهم بقى، ولما بتشوف كده بتقول لها يلا يا لا مؤاخذه خشي نامي. وتاني يوم على طول امها بتعمل لها مفاجاه، بتقول لها جبت لك حبيبك يصالحك، الواد اللي هو خانها مع صاحبتها. شافها هناك بقى الواد وقال لها اللي هو بيعتذر لها وكل حاجه، لكنها قالت له لا، ولوكاس طبعا كان كياد جدا، وطبعا الواد بحاول يقنعها، لكن لوكاس كان بيقنعها اكتر في البانيو يعني. بعد كده هزقته بقى وقالت له خلي عندك كرامه ودم، امشي من هنا. لكن الواد بيقول لها ان هو جاي يصالحها، وان هو مش هيمشي الا لما يصالحها. تاني يوم بقى على طول لوكاس بيجي مضروب يا عيني واخد علقه، فبيطلع على البدروم فوق، لكن لما بيطلع فوق لوكاس صاحبنا بيلاقيها نايمه كده، فبيحاول يتحرش بيها. فلما بتصحى على طول بتلاحظ ان هو متضايق كده ومضروب، فبتحاول تراضيه، ولما بالفعل بتراضيه وهما الاتنين اثناء المراضيه، بيجي بقى صاحبنا التاني اللي هو مين حبيبها. فلوكاس بيقول له بقول لك ايه، عليها شفايف تقطع اللي خايف. المهم طبعا خد كرامته ومشي بقى خلاص يعني، ما خلاص يعني بعد اللي حصل ده عرف ان هي بعلاقه بينها وبين لوكاس، وان هو ملوش مكان. المهم بقى صاحبنا لوكاس اخدها برده وبدا ان هو يتصاحب عليها، والاتنين بقى علاقتهم جميله جدا جدا جدا، وقال لها اللي هو ياخدها لهوايه بيعملها على طول. اثناء لما بياخدها للهوايه هناك بينزلوا لمكان تحت الارض، وقبل ما يبدا الهوايه بتاعته كان بيسلم عليها زي ما شفنا كده. المهم يعني بنعرف ان الهوايه دي عباره عن قتال، وهي بتقول له اللي هو ما يعملش القتال ده، لكن لوكاس بيقول له ان هو بيحب القتالات جدا وبيعمل القتال غصب عنها. صاحبتنا عندها اصلا عقده لان ابوها كان مجرم، وبعد كده صاحب لوكاس بيستغل الموقف ده وهي متوتره وبيبوسها، فلوكاس بيجي بيضربه وبيتخانق معاها، فهي بتقول له لا اما القتال لا اما انا. فلوكاس بيقول لها ان هو مش هيغير هوايته عشان حد، لكن في الاخر الاتنين بينتهوا علاقاتهم مع بعضيهم، لان لوكاس بيختار القتال عنها. بعد كده بقى بيعدي كام فتره كده قليله، كام اسبوع على كام شهر، وكل واحد في وادي لوحده، لحد ما والده بيلاحظ ان العلاقه بينهم بايظه، فبيقول له والله خلي بالك منها وحاول تصالحها انت الكبير. المهم بقى بنيجي في حفله مع صاحبه لوكاس اللي كانت بتحاول تنومها وبتحط لها منوم في الحاجه، لانها متفقه مع صاحب لوكاس ان هو بعد ما ينيمها ياخدها مع البيت. فصاحب لوكاس بقى الواد ده الجدع خد باله فرن على لوكاس، فلوكاس رجع على طول وشتم صاحبته اللي هي البنت السوداء الرخمه ديت، واخدها روحها البيت وحطها على السرير، وبعد كده نام جنبيها. لكن الحق يتقال ما عملش معاها اي زبادي بالخلاط خالص، لكنها كان نفسها. فوالده تاني يوم على طول الصبح بيخش عليه، ايه ده والدي، ايه ده لوكاس، ايه ده والدي، ايه ده البنت التانية. المهم بقى الحمد لله بنعرف ان اخته عيانه، فراح لها المستشفى هناك واخد معاه البنت بقى الجميله اللي هي دي، فراحت معاه المستشفى وشافت اخته وضحكت معاها. وبعد طبعا لما خلص الموضوع دوت عملوا زواج بالخلاط مع بعض، وقرروا ان هم يبقوا حبايب خلاص، وان هم يرجعوا علاقتهم مع بعضهم مره تانية. المهم بقى تاني يوم الصبح على طول وهو بيجيب حاجه البنت بتتخطف، وبنعرف اللي خطفها كان واحد طالب فديه، ولما بنعرف ان الواحد ده مخصوص بنعرف ان هو كان ابوها اللي طلع من السجن الحمد لله، وقال لها ان هو هيستمتع بيها هي وامها وياخد منهم فلوس كتير جدا علشان هم خانوه. المهم بقى بيبلغوا البوليس، وبيحصل بقى مطارده ما بين البوليس وما بين ابوها وهي بعد طبعا لما خد الفلوس. وبما انهم كانوا مهره جدا في السواقه، كان لوكاس بيسوق العربيه وهي بتسوق العربيه، وحصل ما بينهم كده سين كالتالي، واطلقت البوليس نار كده على ابوها وهي جنبها في العربيه ومات. والحمد لله ابوها بيموت، وبيرجع الحمد لله البنت لحضن امها والولد لحضن ابوه، وبعد كده بيرجعوا لحضن بعضيهم. وطبعا امها بتعرف ان في علاقه بينها وبينه، لكنها بتقول علاقه بينه وبينها احسن لما تموت مني وتروح بعيد، انا موافقه على العلاقه دي. وبكده